يا رب العالمين. بداية فضيلة الشيخ، لماذا أقسم الله سبحانه وتعالى بمشرق ذي الحجة، وإيه اللي بيجعلها أعظم أيام الدنيا حتى من أيام رمضان؟ يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك. بداية نقول للجميع كل عام وأنتم بخير. داخلين على 10 أيام من ذي الحجة، والعشر الأوائل من ذي الحجة طبعا زي ما حضرتك قلتي أن الله عز وجل أقسم بالعشر، وطبعا والفجر. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. طبعا اختلف العلماء هل العشر هي الأوائل ذي الحجة ولا العشر الأواخر من رمضان، يعني فيها خلاف بين العلماء. أيوة. ولكن العلماء قالوا يعني خلاصة الخلاف أن الله عز وجل فضل العشر الأوائل من رمضان في أيامها في النهار، وفضل العشر الأواخر من رمضان في لياليها. فليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة. والعشر الأوائل أيام اللي هي النهار، يعني أيام العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من العشر الأوائل نهار أيام العشر الأواخر من رمضان. يعني هذه دي الإيه الخلاف اللي حصل ما بين العلماء. لكن احنا بنتكلم دلوقتي على موضوع إيه؟ موضوع أن الله عز وجل عندما يقسم بعظيم، الله عز وجل له أن يقسم بجميع مخلوقاته. يعني ما ينفعش احنا نقول احنا عايز اقسم مثلا اقول والفجر ولا العشر، ليس لك ذلك. ما ينفعش انا اقسم اقول والشمس وضحاها، مالكش تقسم بهذا الامر. الله يقسم بمخلوقاته ويقسم بما يشاء، اما نحن فلا نقسم الا بالله عز وجل. لذلك نتكلم على فضل، لو هنتكلم على فضل العشر الاوائل من ذي الحجه كما قلت حضرتك، من ضيع ايام رمضان ضاعت منه لسبب أو لآخر، عليه أن يجبر نفسه أو يجبر في العشر الأوائل من ذي الحجة، إنه يعوض فيهم. لأن الله عز وجل يترك لك زي ما ذكرت حضرتك محطات. المحطات دي زي محطات تزود بالوقود، بتمشي بالسيارة فترة خاطر الوقود خلص، لو ما كانش في محطة تتزود بيها بالإيمان تسقط أو تضيع في الصحراء. بالظبط. لذلك نقول أن هذه الأيام علينا أن نجتهد فيها بقدر المستطاع. قدر المستطاع كما ذكرتي ليس برنامج كمبيوتر من الساعة كذا للساعة كذا ومن الساعة كذا للساعة كذا. هذا غير منطقي، يبقى شاق ومرهق وفوق قدراتنا ومش هيحصل. وكل مرة بيعدي علينا العشر الأوائل من ذي الحجة وتضيع بهذا الشكل. لذلك نقول علينا أن نتوسط في العبادة وأن نجلب. يعني التاجر الذكي، التاجر النبيه، هو الذي يشتري أغلى البضائع بأقل الأسعار ويبيع بأغلى الأسعار، وهو كان يشتريها بإيه؟ بأقل الأسعار. ده التاجر. لابد أن نتاجر مع الله عز وجل تجارة صحيحة. الله عز وجل في هذه الأيام خاصة أيام أشهر الحرم الله عز وجل يضاعف فيها الحسنات ويضاعف فيها الأجور. لذلك وما ذلك بقى في 10 أوائل من ذي الحجة. العشر أوائل من ذي الحجة دي الله عز وجل يهيئك للجنة، فإن لم تتهيأ للجنة أو تسعى للجنة فماذا يتم بعد ذلك؟ قد تموت ولا تدرك العشر الأوائل من ذي الحجة العام القادم. علينا أن نجعلها أنها كآخر أيام في حياتنا. طيب.